اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هوريكم الروتين بتاع البيت. النهارده صعب بطريقه فظيعه. فطبعا هوريكم الروتين ازاي. طبعا انا كنت في ابو كبير فما عملتش حاجه في البيت خالص، ولسه هبدا روتين معاكم. الاوض مش عايزه اقول لكم عليها، طبعا نكدت الشتوي كله طلعت البساطين، فالدنيا بسم الله ما شاء الله عليها. هوريكم الدنيا عامله ازاي وهصور معاكم وهنشوف الدنيا فيها ايه. بصوا عايزه اوريكم الدنيا عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا انا مطلعه البطاطين ونكت الدولاب اهو، فالدنيا بايظه عندي، وعايزه اوريكم الارض كلها هدوم اصلا والدنيا ايه تمام. طبعا عايزه اوريكم حاجه. طبعا دي اوضه النوم بتاعت فاطمه. فطبعا انا شاريه رز. طبعا انتوا عارفين الفلاحين احنا ما بنشتريش شكاير رز بيضه، لا بنشتري الشكاير كلها رز شعير من اللي هو الشكاير الكبيره دي بالحجم الكبير ده، وبنستفها وربنا يخليه اخويا يا رب وما تحرمش منه العمر كله. طبعا الرز ده من عنده وهو مديني الشكاره دي، يعني الرز ده من عند اخويا، ربنا يخليهولي يا رب وما تحرمش منه العمر كله يا رب، ويخلي له اولاده ويعينوا عليهم. طبعا هوريكم وهمشي معاكم في البيت واوريكم الروتين عندي في البيت عامل ازاي. طبعا مكان الفطار انا كنت بره اصلا ولسه جايه، طبعا العصر اذن فده كله هعمله دلوقتي. بصوا الدنيا معايا كلها بايظه. طبعا هخش معاكم الاوضه، بس هشغل النور. بصوا طبعا ده اوضه المجلس اهي. عايزه اوريكم عبد الرحمن كان نايم فيها، جاي من المدرسه ونايم فيها. طبعا الدنيا هنا كلها بايظه، فهمشي معاكم في البيت قبل ما اعمل فيه اي حاجه اوريكم روتين البيت النهارده. طبعا انا اصلا كده لسه فتره. هجيب لكم بس النور عشان ايه انور. طبعا ده الدنيا بطلع كله وارمي في الارض. فبصوا عندي الدنيا كلها هدوم. طبعا انا جايبه الدنيا كلها هدوم مرميه في الارض بسبب الشتوي وكده. هطلع عشان اوريكم المطبخ بالزيت. بصوا المطبخ عندي عامل ازاي اهون، عشان ما عملتش حاجه. وطبعا كنت بره، وطبعا في وانا في السوق لقيت فيه بسله خضرا هي فرفضت عشان اعملها النهارده. طبعا العصر قدم ولسه ما عملتش، وجايبه الفلفل ب5 جنيه فظيع بيلمع لسه صابح اهون. ودي البسله هعملها النهارده. واول حاجه عملتها قبل ما اعمل الاوض او اخش الاوض، البوتاجاز عندي ده ميه سخنه، مفوره ميه سخنه وحطها عليه. هغسل البوتاجاز الاول عشان اشغل على الاكل، عشان الاولاد اكون مشغله على الاكل وفي روتين البيت بسرعه ايه ترويجه كده على السريع. طبعا مطلع كيس لحمه اهون عشان اعمله في البسله. هنشوف طريقتنا وهنشوف ترويجنا والدنيا معانا عامله ازاي. عايزه اوريكم حاجه يا حبايبي. طبعا دي البصله اهي عشان البسله، وطبعا الماده الدهنيه او الزيت او السمنه اللي الناس بتستعملها. انا بستعمل دلوقتي سمنه عشان عامله حساب ان اللحمه فيها ماده دهنيه، يعني فيها كميه دهون لا تتخيلوها. طبعا انا حطيت البصل اهو. هستخدم توم للبسله اهو. التوم اهو، ثواني بس اجيب منه اهو. هنزل بالثوم كده اهو مع البسله كده مع البصله. انا من النوعيه اللي بحب الثوم على البسله، يعني بتديها طعم فظيع اهو. وبضيف سكر على البسله، بس هوريكم وقتين هحط السكر. طبعا مش عايزه اقول لكم لسه كل حاجه زي ما هي، لسه ما عملتش اي حاجه، كله زي ما هو، مفيش حاجه اتحركت غير ان انا غسلت البوتاجاز بس عشان اعمل الاكل لان كنت جرفانه منه اهو. ريحه التوم طلعت فظيعه. هنزل بالطماطم اهو. وهنزل باللحمه. هغسل كيس اللحمه بس واوريه لكم. طبعا انا غسلت اللحمه اهي يا جماعه اهي، بس اللحمه دي الكيس ده مش باين فيه دهون كتيره، باين عليه ان هو ناعم وحلو. طبعا دي لحمه العيد زي ما انا جايه لكم ماشي. وهنزل الفلفل اسمر وكمون
معلش جفلت بس التليفون. الفلفل الاسمر والكمون اهو، وهنزل ببقيه التوم الموجوده هنا في على الطماطم. طبعا حبيت اوريكم طريقه البسله اللي بعملها ازاي. ثواني اهو، بقيه التوم اهو هنزل بيه هنا كده. هقلب بس عشان الكمون والفلفل الاسمر. هغطي عليها واسيبها مع نفسها، وهنروح نشوف الروتين القاسي النهارده بطريقه فظيعه. هشوف الغطا بتاعها بس واغطيها، ونشوف الروتين الصعب اللي هيهد الحيل النهارده. طبعا انا نفضت السرير اهون، وشلت الفرشه اللي كانت عليه، وطلعت البطاطين بره تهوى في الهوا شويه. وطبعا انا عندي بطاطين زياده، يعني البطاطين دي عندي زياده، فبدل ما اطبقها واملى الدواليب بيها واحط فوق الدواليب وكده، فبفرشها على المرتبه. طبعا انا عندي المراتب اللي هي الضغط دي، فبفرشها على المرتبه كده في الشتاء عشان تدفي العيال اللي هم الصغار. بحط عليها المفرش. طبعا طلعت مفرش اهون هافرشه، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. بدات انهج والله. بصوا انا فرشت الملايه هي، بس هفرش دي دفايه هي على السرير كده عشان تحافظ على الملايه شويه، عشان انا عندي ولاد بسم الله ما شاء الله طول النهار نايمين على السره، طول النهار التليفونات ونايمين على السره، فهضطر ان انا افرد دي. عايزه اوريكم الاوضه اهي خلصت بسم الله ما شاء الله عليها من الكحاويل اللي كانت فيها هدت حيلي اهي بسم الله ما شاء الله عليها كده. هي تمام اهو. هدخل بقى على اوضه المجلس، وبعد كده هخش على اوضه النوم التاني. طبعا انا جيت على اوضه المجلس دي انا هي، بس مش هينفع ان انا اكنس كده من على الوش خالص. هشيلها هلمها واشيلها وانفضها بره، وبعد كده هكنس السجاده اهي، وبعد كده هافرش على طول. وادي يا جماعه الاوضه دي بقت تمام اهي بسم الله ما شاء الله عليها اهوت. روجتها وبقت زي الفل اهو. دلوقتي هقفل كده كده هطلع الاوضه التانية، بس مش عايزه اقول لكم بقى منظر الصاله عامل ازاي. طبعا انا عندي صالتين مش صاله واحده اهو، انا عندي صالتين مفروشين، فهو بقى ايه الترويج ايه على الصالتين. هخش على اوضه النوم التاني الاول، وبعد كده نشوف في ايه. دلوقتي هخش على الاوضه دي انا اخلصها وهوريها لكم في الاخر عامله ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله الاوضه هي اتروجت، ويا رب تصبر على كده، مش اولادي يقوموا ينكتوها. انا عندي شباب، والشباب يخش ياخد حاجه من الدولاب بروح ناكت الدولاب وماشي، مش له دعوه، بياخد ويسجل على الارض ويمشي. ادي الاوضه خلصت اهي، وهطلع على الصاله. بصوا لميت الحافظه ولميت حته السجاده اهو. مش عارفه ايه الحاجات اللي بتطير دي، ما كده التنفيض وكده عشان بننفض على السلم اهو بننفض عليه. ف هروجه واكنس وافرش وهوريكم في الاخر البيت كله. بصوا اللحمه اللي انا تهينا عشان السوا، وادي البسله غسلتها هي، وهنزل بيها اهي دقيقه واحده بس هصفيها كده، وهنزل بيها على اللحمه، وهوريكم المكون اللي بيخلي البسله فيها زكاره رهيبه. طبعا هو حدق اللحمه متظبط، والحدق بتاع الصلصه لسه الميه دي هتخص اصلا اهو. طبعا عندي فاطمه بنتي بتموت في حاجه اسمها بسله اهي اهو. ثواني بس كده نزلت بكميه البسله كلها في الصلصه. طبعا انا فرحت موت لما لقيتها النهارده في السوق، كنت نازله بظروفها اصلا ولقيتها في السوق. بستمتع باكل البسله، لو فطرت بسله واتعشيت بسله واتغديت بسله بعشق البسله. طبعا هضيف عليها معلقه من السكر اهو كفايه كده، وهقلبها كده، هقلبها وهسيبها تستوي مع بعضها. هغطي عليها دلوقتي واسيبها وحبه كده على ما اخلص بس الصوله، واصورها لكم واوريكم الروتين بتاعي النهارده عامل ازاي. فعلا شقه بطريقه فظيعه، وبالذات ان انا كنت في مشوار بره كموني. بصوا عايزه اوريكم ان انا خلصت اهو بسم الله ما شاء الله، بس خلصت كده وخلصت اهو. وادي الصاله التانيه اهي،
وهخش على المطبخ عشان اوريهولكم اهو ان المطبخ خلص اهو. طبعا ده رز متخمر اهو، والمطبخ كده تمام. هحوش بس الطرحه دي الطرحه، وده سكر كنت بحط لبسله اهو هشيله. وطبعا ده الشعريه هي اتحطت اهي عشان اعمل الرز اهو. وكده البسله هي على النار اهي اهو، ومخمر الرز اهو. وطبعا عايزه اوريكم ان في الشوربه هي ده الشوربه دي من امبارح فورك، فانا مش بحب احمر الزفر كله مره واحده. لما بفضل عندي زفر من غير تحمير احسن عشان ما بغيرش الطعم بتاعه. كده انا بحمره اكنك لسه طبخاه، ما فيهوش اي مشكله خالص يعني. كده تمام. كده هاخد الرز اهو عشان احطه، وزي ما قلت لكم الورك سليم من غير تحمير. هحمره برده جنب البسله عشان اللي حابب ياكل منه ياكل، واللي حابب ياكل لحمه ياكل. طبعا ادي الشعريه كده خلصت، وهنزل بالرز اهو. طبعا البوتاجاز كده انتهى رز عشان بصور بايد ومش متحكمه بالايد لروحهم اهو. وهنزل بالشوربه هجيبها اهي، ادي الشوربه اهي. كده بالنسبه لي تمام. معلش عشان البخار بس. كده الرز بتاعي تمام. ولو فيه هرة بصل يا جماعه مش فيه اي مشكله اهو. طبعا مش عايزه اقول لكم على الروتين بتاعي النهارده، كان صعب بطريقه فظيعه. طبعا اللي عنده ولاد الولاد مش بيعملوا اي حاجه، عايزين اللي يعمل لهم، يعني بطبيعه الولاد عايزين اللي يعملوا لهم. فطبعا الروتين كان صعب وشاق بطريقه فظيعه. كده بشكركم، ودي الروتين بتاعي النهارده، ويا ريت ما تنسوش الدعم والاشتراك في القناه. شكرا لكم.